السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعالوا أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي وقناتكم رجسي. فيديو جديد، أخبار رائعة ومقاطع متنوعة طبعا. أخبار اللي هي تتفرح كل واحد، تبغي الخير المغرب. أما الناس اللي تبغيو الشر المغرب، فأنا تنصحهم باش ما يشاهدوش الفيديو، لأنهم غادي تشدهم شي أزمة قلبية. إخواني أخواتي، تنذكر اللي باقي مشتركش في القناة بالاشتراك، وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنسوناش بلايك، وتنشكر الناس بزاف اللي تيشجعوا القناة وتيشجعوني. ونخليكم مع أول مقطع من الفيديو. وهنا قال لك مستحيل تكون جزائري لان الصحراء غربيه ما يكون الا مغربي ولا خدام عندهم ويضحك. انا عجبتني الضحك، راك فاهم. غادي نجاوبك. المهم انت مادام راك تهضر باحترام مرحبا بك، دير خمم واش تحب، المهم باحترام. نديروا بلي انا ماشي جزائري وماشي مغربي. انا سيدي من جامايكا، صح؟ انا من جامايكا وجيت نتعلم نشوف، سمعت باللي كاين قضيه تاع الصحراء، جيت نتعلم. كي نشوف المغاربه منتصرين. علاش؟ دوك نقول لك علاش. المغاربه حاضرين بقوه في الانترنت يدافعوا على صحراءهم. الدبلوماسيه تاع المغرب قويه. نزيدك اعلام تاع عايشين المغاربه في الصحراء، اعلامهم في الصحراء. فوق هذا الشيء كاع الملك تاعهم دائما يفكرهم باللي الصحراء مغربيه، دائما الهضره كاين، فهم يدافعون على قضيه حيه. اما انت الجزائري تقول لي الصحراء غربيه وتجيب لي كلام تهواري بمدينه عمرها 42 عام، كلام في عمرها 42 عام تساند به قضيه تاع دروك. ثم انت راك تساند في قضيه اولا ميته. شكرا لهذا الجزائري اللي يعني جزائري حر اللي قال كلام اللي هو منطقي، والصحراء مغربية وما يمكنش نتخلاو حتى على شبر من الارض ديالنا، وهي القضية ديالنا الاولى. وما نعرفش انا علاش الجزائريين كيدافعوا على البوليساريو كثر ما كيدافعوا على بلادهم، مخلين يعني المشاكل ديالهم والعيشة السيئة اللي تعيشوها، ومقابلين المغرب والصحراء المغربية. كل واحد أداها في راسه في مشاكله، وحاول يصلح راسه ومشاكل بلاده، فيكون خير لينا وليهم. كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرة دون طيار هي التي نفذت عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وأن هذا النوع الخاص من الطائرات المسيرة عن بعد التي يتوفر عليها الجيش الأمريكي، وفق ما كشفته اليوم وكالة الأنباء الإسبانية، يتوفر عليه عدد محصور من الدول الحليفة لواشنطن، ومن بينها المغرب. وقالت المغرب هو البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي يتوفر على هذا النوع من هذا النوع المتقدم من الطائرات المسيرة عن بعد، وأنها تستعمل هذه الطائرات الملقبة بقاتل السماوات في العمليات للقضاء على الأعداء أثناء الهجمات الدقيقة، أو ما يسمى بالعمليات الجراحية. وحسب المصدر ذاته، فإن بلدان قليلة التي تتوفر على هذا النوع أو هذا الطراز، والتي هي إيطاليا وتركيا والمغرب والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على 93 نموذج منها. أنا كيف طارق ده هو يتكلم وأنا نفس التفكير. أنا منبهر بالجمهور المغربي، أنا منبهر بالدربيات المغربية، أنا منبهر بالبنية التحتية في المغرب، أنا منبهر بالإمكانيات اللي السلطة المغربية حطتها لكرة القدم المغربية. ملاحظة فقط قالها صابر ونستمعها، وهذه ملاحظة بين ظفرين هشام عربية. معنا من الرباط مراسلتنا فاتحة علي. فاتحة، أهلا بك. إذن زيارة مهمة، هي الثالثة لمارك أسبر في جولته المغاربية، ما أبرز ما تم فيها حتى الآن؟ نعم مروج، انتهت الزيارة تقريبا قبل قليل، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية بين البلدين اعتبرت خارطة طريق في المجال الدفاعي 2020-2030، هكذا سميت. لم يكشف الكثير عن فحوى هذه الاتفاقية، ولكن قيل إنها تدعم العلاقات الوثيقة أمنيا بين البلدين، ويعني
تهدف إلى دعم كذلك الأهداف الأمنية المشتركة والتأكيد على الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وهنا كان الإجماع بين مسؤولي البلدين، إن كان وزير الخارجية نصر بوريطة أو وزير الدفاع الأمريكي. في الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء يعني وصف المغرب في أكثر من مرة بالصديق القديم وبأول صديق للولايات المتحدة، وذكر بأنه أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ثم تحدث عن الدور الكبير الذي يلعبه المغرب أمنيا في هذه المنطقة، منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي. وأكد أن المغرب بالنسبة للولايات المتحدة هو شريك محوري ورائد في ما يخص جهود مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة والتطرف في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك من الرباط مراسلتنا فاتحة أو علي. الحكومة تخصص أزيد من 22 ألف منصب شغل للصحة والتعليم، ما شاء الله، يعني عدد ماشي قليل. واللي قرأ شي حاجة لابد واحد النهار ما تجيه واحد الفرصة، إما مع الدولة إما في مهم، إما في الخاص، إما راه بعدا عنده ما يقول، ماشي بحال بعض الناس اللي مسندين على الحيوطة ما قاريين ما عندهم صنعة، والنهار نهار وتيقول لك البلاد ما عطاتنا والو. 深圳台上，模特儿头戴珠宝，身穿图文华美精致的改良式摩洛哥 Kaftan 长衫，贵气与时尚兼具。Kaftan 长衫是数千年来中东地区妇女衣柜中所不可或缺，也被认为是国家文化遗产的一部分。观众鱼贯走进今年已经迈入第19届的 Kaftan 时装秀会场，服装秀制作人表示，今年的主题是乐音翩翩。音乐是这场服装秀很重要的元素之一，选中的音乐从西班牙南部安德鲁西亚民族音乐、传统的摩洛哥音乐到流行的摇滚乐都有。Cette année, le thème est plus particulièrement placé sous le thème musicalement vôtre. Comme vous pouvez le constater, c'est un thème qui offre énormément de possibilités, que ce soit en termes d'inspiration pour les stylistes, de créativité, d'émotion, d'expression. Dit is Lene Salman van Marokko. Dit is Lene Salman van Marokko. Dit is Lene Salman van Marokko. I'd like to thank you also for being interested in knowing about us and in coming here to discover Morocco along with us. Thank you so much. Right now you guys became frequent African flyers. So where do you think I should go? Should I go up, down, right, left? Northwest. Morocco was never a part of the Ottoman Empire ever. The Moroccan fashion. Okay, the first one is Jalaba. Okay, there is Kaftan. I'm wearing one. And there's Sibel. Can you please come in? She's wearing another one. So it's basically a lot of colors, a lot of design. This is the print. There is Jababur, as worn by Jan. When you see this and smell this, the Friday after the prayer, so it's just so heaven. إخواني أخواتي، وصلنا لنهاية الفيديو، تنتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا به، وتنذكر اللي باقي ما اشتركش في القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوناش بلايك. وشكرا لكم جميعا، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.